السلام عليكم يا صباح الفل. كنتاكي، كلنا بنحب كنتاكي كبار وصغيرين. النهارده نعمله مع بعض بشكل وقرمشة وطعم حلو قوي. طيب بقى نعمله واحدة واحدة مع بعض. انا عندي هنا الفرخة بتاعتي بجنب غسلتها كويس تحت الحنفية مية عادية جدا، وقطعها قطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده. الورك قطعته على قطعتين، الصدر بقطعه على قطعتين مع الأجنحة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عندي هنا اعمل لها محلول احطها فيه. عندي هنا ميه عاديه خالص من الحنفيه، هحط فيها ليمون ومعلقتين او 3 معالق من الخل كبار، وبحط فيها كمان معلقه ملح. ده محلول بنقع فيه الفرخه بتاعتي بحيث بقى لو فيها زفاره، فيها دم، فيها اي حاجه، خلاص بتخلص منها تماما. عندي هنا الفرخه بتاعتي لازم اعمل فيها نغزات او فتحات، بحيث لما احطها في المحلول دوت احطها في التتبيله او كمان اجي احمرها في الزيت كل حاجه تبقى واصله لحد جوه، يبقى طرية جدا من جوه وبتبقى واخدة الطعم من كل حتة بالشكل ده. هعمل الفرخة عندي كلها الشكل دوت وانقعها في المحلول واسيبها تقريبا حوالي نص ساعة. خلينا نعمل كمان جزء وبعدين هعمل الفرخة كلها واسيبها في المحلول ده نص ساعة. انا هنا خلاص خلصتها وقعدت معايا في المحلول نص ساعة. هبتدي بقى انا هنا اشيلها احطها في مصفى، انا مش عايزة فيها مية، اصفيها تماما من المية الموجودة او من المحلول اللي احنا عملناه. طب المحلول ده خلاص احنا مش عايزينه، شكرا لحضرتك. هاجي عندي هنا التتبيله اللي انا هعملها البهارات. التتبيله دي هي اللي بتدي فعلا الفراخ طعم ونكهه وريحه بتبقى حلوه قوي. البهارات اللي استخدمتها عندي ملح وفلفل بابريكا كركم توم باودر وبصل باودر كاري وحبهان مطحون. حابه تحطي شطه كمان حطي شطه براحتك طبعا. وعندنا كمان بهارات فراخ حطيتها معاها. كميه البهارات اللي بتحطيها والمزيج ده بيخليها طعم وريحه تحفه. انا عندي الخليط ده او البهارات دي انا هستعمله على خطوتين، عشان كده انا زودت فيه شويه. جزء منه هستخدمه في التتبيله بتاعتي مع الدقيق، والجزء التاني زي ما انتم شايفين كده باخده نص، بقسمه بقى اخلطه مع بعض كويس جدا واقسمه على جزئين، والنص التاني بعلوم مع اللبن او المحلول بقى اللي انا هبيت فيه الفرخه لتاني يوم. لازم الفراخ عندي تحط في التتبيله دي لتاني يوم. انا عندي هنا لبن، المفروض ممكن تحط مثلا معاه زبادي او كده، لكن انا حاجه اللي كان متوفر عندي هنا لبن، انا بحطها في لبن عادي جدا مفيش مشكله. بخلط كويس جدا واحط فيها الفراخ. عندي هنا معلقه خل وبحط فيها الفراخ لتاني يوم، لازم تبات عندي لتاني يوم. بتديها طراوه وبتبقى حلوه جدا، وفي السويت طبعا ما بتاخدش وقت تستوي معايا وبتبقى حلوه جدا. بخلطها كويس جدا وبعد كده ابتدي انزل عندي بيها قطع الفراخ اغطسها كلها في المحلول ده. اللبن هنا متبهر، واخد بقى الملح والفلفل والبهارات، واخد كل بهاراتي. الفراخ لما بتقعد في التتبيله وقت زي ده طويل من بالليل لتاني يوم بالصبح بتبقى فعلا واخده من الطعم حلو قوي، وبتبقى اللحم نفسه شارب من الطعم، بتبقى حلوه جدا. هنزل بقى عندنا بالفراخ كلها، الفرخه كامله بنزلها. طبعا عامله فرخه عامله اتنين، انت بتزودي حسب ما انت شايفه قدامك العدد اللي انت عاملاه. هغطسها عندي كويس جدا 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 في المحلول ده، لان انا مش هحطها في التلاجة ومش هقعد اقلب فيها، انا بحطها في المحلول بسيبها لتاني يوم زي ما هي. هغطيها عندي هنا بورق ستريتش واسيبها لتاني يوم. انا كده خلصت المرحله التانية بتاعتي، فاضل بقى كده المرحلة الأخيرة. هنا احنا هنا تاني يوم طلعتها الصبح طبعا خلاص من التلاجة، أخدت وقتها بما فيه الكفاية واتدلعت كمان. أنا عندي هنا طبق فيه مية من الحنفية وطبق فيه دقيق عليه نشا. الخلطة في الدقيق على النشا دي بتدي هي دي بتدي الكرمشة أو الشكل الخارجي أو الغلاف الخارجي اللي احنا بنشوفه مع الفراخ كنتاكي. اللي أنا حطيته ده البهارات، ده نص البهارات اللي احنا كنا سايبينه من امبارح. نص البهارات حطيتها مع اللبن والنص خليته بره بالشكل دوت عشان احطه على الدقيق، عشان الكفر نفسه يبقى كمان واخد من طعم البهارات، ويديكي طعم حلو قوي كمان في الاكل معاكي، يبقى حلو قوي.
خلطت هنا كويس جدا، يبقى البهارات مع دقيق مع النشا. انا عندي هنا باخد قطعة الفراخ من المحلول بتاعي وبعد كده احطه في الدقيق بالشكل ده. احط في الدقيق قطعة او قطعتين بالكتير، بحيث لما اجي اقلبهم التقليب الكتير مع الفراخ هو ده بيديكي شكل الكرمشة من بره. الموضوع مش اختراع، هو ده كده. لازم تقلب في دقيق كويس جدا بحيث ان الفرخة كاملة تتغلف. انا بحط هنا قطعة او قطعتين زي ما قلت لكم هنا في الدقيق عشان اقدر اقلبها كويس ما يمسكوش في بعض. هنا بتبقى عندي مظبوطة. بحطها بس في المية واطلعها تاني على طول، ما اسيبهاش في المية وارجع بقى اقلب فيها كتير، لان دي اخر مرحلة بتبقى عندي قبل التحمير على طول. شايفين التقليب؟ بقلب حتى كتير 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 بحيث انها تديني شكل قرمشة من بره كلها تتغلف كاملة تتغلف. ده بيديني الشكل بتاعي يبقى مكرمش كده من بره بالشكل ده. نعمل كمان هنا دول مع بعض بالشكل ده، قطعة بقطعة او قطعتين بقطعتين بالكتير، عشان انا في الدقيق عايزاه كله يتغلف كويس جدا. ببله في المية وطلعه على طول، المية دي باردة عادي من الحنفية ولا فيها تلج ولا اي حاجة. انا حابة هنا اوريكم شكلها بعد ما طلعتها من الدقيق. شايفين الكرمشة والغلاف بتاعها من بره حلو قوي. انا طبعا هنا الفراخ عندي واخدت وقتها تمام وزي الفل، مش هسيبها تاني ولا اي حاجة، هي كده مستعدة او جاهزة للتحمير على طول. انا حابة هنا برضو اوريكم الشكل بتاعها بعد ما خلصت كلها. شايفين شكل الكرمشة من بره، الغلاف بتاعها حلو قوي، شكله حلو قوي، التتبيلة وكل حاجة تحفة. عندي هنا بقى احطها في حلة على النار. انا في الكتاكي انا مش هستعمل طاسة، لازم هستعمل حلة، وعشان بقى ما استهلكش زيت كتير انا هستعمل حلة صغنطوطة، بحيث لما احط فيها الزيت الكنتاكي بيحتاج كمية زيت تكون كتير شوية بحيث انه يتقلى مظبوط من كل اتجاه، ما يتحرقش من ناحية ومن الجناب لا لا. انا حابة الزيت يكون مغطيها كلها بالشكل ده. بستعين بحلة تكون صغيرة عندي وبحط فيها كمية زيت كويسة واقلي فيها. النار عندي هنا انا مسخنة الزيت، لكن قبل ما احط الفراخ بوطي النار على الاخر. انا محتاجة طبعا الفراخ عندي هنا نية، فانا محتاجة انها تاخد وقتها كويس قوي في التسوية، بحيث لما اجي اكلها تبقى مظبوطة عندي ومستوية من بره ومن جوه، واخدة اللون والقرمشة والشكل والطعم كمان بيبقى عندي بيبقى حلو، واللون كمان لازم يكون ذهبي مديه لون حلو. انا موطية النار على الاخر. انا هنا كده خلاص الفراخ ده اول جزء عندي. انا بس هحاول اوريكم شكله بالشكل ده. شكله حلو جدا واللون حلو، نطت في الحلة. كده عندي خلاص خلصت. خلينا نحط كمان جزء. شايفين شكل الفراخ مقرمشة وما فيهاش كرمشة من بره، شكلها حلو قوي زي ما بنجيبها من بره بالظبط. زي ما قلنا لما اجي احط في الحله ما بحطش كتير، قطعتين او 3 قطع، بحيث زي ما انتم شايفين الزيت يغطيها كلها. حابه برضه اقول على معلومه، الفراخ كنتاكي ما بطلعهاش نحطها على ورق مناديل، لا انا بطلعها زي ما شايفين كده احطها في مصفى عشان تفضل مقرمشه معايا بالشكل ده. شايفين بقى الشكل واللون حلو قوي. خلاص بقى الكميه كلها كده مع بعض، احنا كده خلاص خلصنا. اتفضلوا معانا وبألف هنا.